والآيات التي اختار الأخ موفقا أن يتلوها علينا، يعني كانوا جوج ديال المراحل اللي بغيت نديرهم الموضوع ديال الكلمة مشاو لي، ولكن وحده بقات فهمتي، مشات وحده وبقات وحده، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا هو إلى هذا الخمسة ديال هاد الخمسة ديال الأسماء أو الصفات أو المهام. يعني إذا اجتهدنا في أن نبلورها في أذهاننا ونحاول أن نتأسى بها، ما تشكوش في نصر الله، وما تشكوش في توفيق الله، وما تشكوش في السعادة إن شاء الله الرحمن الرحيم، يعني الدنيوية والأخروية. وهذا هو المقصود. وما دون ذلك أيها الأخوة الكرام، أنتم كتشوفوا رحنا كنا في البرلمان وخرجنا منه، كنا في الحكومة وخرجنا منها، وبعضنا كان في السفارة وخرج منها، فهمتني ولا لا؟ يعني وغير ذلك. فهذه أمور يعني البقاء والدوام لله، وتلك الأيام نداولها بالناس كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن هنيئا لنا بما يسر الله لنا، ونتوكل على الله فيما نحن بصدده. وهذا الذي نحن بصدده معشر الإخوة الكرام اليوم هو يعني الشروع في تزكية الإخوان انطلاقا من اللوائح أولا قبل كل شيء التي يعني خرجت عن أو يعني عن الجموع العامة للأقاليم، ياك هكذا؟ الأقاليم، الجموع العامة للأقاليم، ثم بعد ذلك حسب القوانين اللي شرحها السي سعيد موفقا ولله الحمد. يعني سنحاول جهد المستطاع أن نكون أقرب ما يمكن إلى محاولة إرضاء الله سبحانه وتعالى ورسوله في هذه الاختيارات. وإن شاء الله الرحمن الرحيم لا أخفيكم أن واللوائح يعني ترد علينا تباعا ومعالجتها، لأنها طلبت مني أنا شخصيا بالخصوص، شوية تداولنا مع الإخوان، ولكن طلبت مني أنا بالخصوص، ربما يعني تعاون معايا بشكل وثيق السي سعيد خير محترم، يعني واحد المتابعة ديال هذا الشيء هذا والترتيب إلى آخره. فالحمد لله الأمور تبدو ميسرة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سوف لا أظن أننا ستأخذ منا وقتا يعني طويلا متطاولا كما ربما كانت الأمور سابقا. إذن على بركة الله نتوكل على الله، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نبدأ في تداول هذه الدوائر الواحدة تلو الأخرى. إذن على بركة الله المنهجية اللي اختاريت باش نرتب التوقيت ديال هذا وأنني مشيت للأيسر فالأيسر، فالدوائر اللي ما فيهاش طعون، اللي ما فيهاش يعني اللي ما كتظهرش فيها اعتذارات، ما فيهاش مشاكل ما كذا إلى آخره، هي اللي بدينا بها. وبطبيعة الحال بدأنا بالأولى فالأولى،